دايما بسال نفسي سؤال، ايه الدافع اللي بيخلي الانسان انه يتحرك كل يوم، او انه يدفعه ان هو يروح الشغل كل يوم، او هو يسعى لهدف معين او يبني عاده معينه؟ ايه الحاجه اللي بتخليه او تحركه ان هو يعمل الحاجه دي؟ هل هو الخوف ولا الحب؟ السلام عليكم، الاخبار عاملين ايه؟ معكم محمد الهواري. عارف ان انا فتره طويله جدا ما صورتش، ولكن للاسف الشديد كان بسبب الشغل، والصيف طبعا في مطروح حرفيا شغل استعباد 12 ساعه، بتشتغل 12 ساعه، فانت طاقتك كلها بتستنزف، ما بيبقاش عندك طاقه ولا جهد ان انت تعمل حاجه تاني. واحده من اسوأ الحاجات اللي انت ممكن تعدي بيها في حياتك هو موضوع الكسل. حرفيا ممكن ياخرك انك تعمل حاجات، ممكن يخليك متعطل في حياتك، ما تعملش حاجات معينه والكلام من ده. انا النهارده ان شاء الله هحاول اقول لكم على حلول واسباب قويه ان هي تخليك تدفعك، وحاجات انا جربتها حرفيا خلتني استمر على بعض العادات. فخلينا نبدا ان شاء الله. اول حاجه ناخد بالاسباب العقليه. هقول لكم ليه انا قلت الاسباب العقليه. من الحاجات اللي هتساعدك ان انت تتغلب على الكسل، وان هي تحركك ان انت تعمل حاجه او تقوم او تدفعك، او حاسس ان انت مكسل، حاسس ان انت ما عندكش طاقه. هفصل لك المواضيع دي كلها بتحصل ليه. اول حاجه لازم يكون السبب قوي، لازم يكون عندك سبب قوي حاطه للمهمه دي عشان يدفعك. واحده من اهم الحاجات اللي حرفيا انا ما كنتش واخد بالي منها، ان انت تحط السبب للحاجه اللي انت بتعملها قوي جدا. كل ما تحس ان انت مكسل تروح قايل لنفسك الاسباب دي، ويا سلام لو انت كتبتها في ورقه، عشان انت ممكن تنسى، الانسان طبعا انه بينسى. فلما تكتبها في ورقه هيجي في وقت عليك تحس ان انت ليه هتعمل، انا ليه بعمل الحاجه دي، ونفسك تسالك انت ليه بتعمل الحاجه دي. فاحد الاجابه اللي تجاوبها لنفسك، اقرا الورقه دي، انا بعمل ده عشان كذا وكذا 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 وكذا. ويا سلام لو الاسباب قويه، وكل ما كان السبب قوي والغايه قويه هتدفعك ان انت تروح وتعمل الحاجه دي بكل سهوله، والموضوع يبقى هين على النفس كده. وهقول لك ليه. لان كل ما كان السبب قوي، حتى لو انت هتتعور او هتتاذي في الطريق ده، بس عندك سبب قوي هتقوم وهتتحرك. حتى لو ماشي حافي مثلا في صحراء وهتتعور وهتتاذي والكلام من ده، ولكن في سبب قوي هتتحرك للحاجه دي. ولكن لو الحاجه دي حتى جنبيك، فرضا على اي مثال، الحاجه دي لو جنبيك والطريق مسهل ليك زي طريق من جنه، بس ما فيش سبب قوي او غايه قويه او دافع قوي، مش هتتحرك. فمهم جدا وضع الاسباب القويه. وزي ما انت مثلا الناس بتروح اول ما بتبحث عن شغل بتدور على المرتبات. المرتب ايه؟ السالري او القيمه اللي انا هاخدها لقاء الشغل اللي انا هعمله ده ايه. فلو كان المرتب كبير ويستاهل حرفيا اكبر من توقعاتك، انت ممكن تشتغل في الشغل ده، ولو زودوا عليك تستحمل عادي ويبقى الموضوع هين على نفسك. ولكن لو كان المرتب ضعيف، او كان الحاجه القيمه اللي انت هتاخدها دي مش مستاهله، هتكسل انك تعملها. فوضع الاسباب القويه مهم جدا جدا جدا. تاني حاجه، لازم تحبب نفسك في الحاجه. لازم، مهم جدا جدا الحاجه تعملها وانت حاببها، حتى لو هي في الان مش محبوبه ولكن مقبوله. حاول انك تحبب نفسك فيها. كل ما تحبب نفسك فيها وتحط حاجات تحبب نفسك فيها، وتحاول نفسك بناس بيحبوا نفس الحاجه، حرفيا انت هتكون بتعمل الحاجه دي. هتوصل لمرحله انك بتعملها وانت مش حاسس انك بتشتغل، او مش حاسس انك بتعمل العاده دي والموضوع تقيل عليك، لا انت حابب الموضوع. فمهم جدا 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 ان انت تحبب نفسك فيها وتاخدها واحده واحده. الهدف بتاعك ما يكونش ان انت والله انا عايز مثلا اقرا كام كتاب، او عايز مثلا اوصل لشيب معين في الرياضه، او لو بتروح الجيم مثلا، او عاوز اوصل مثلا ل6 بايز والكلام من ده. لا 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 لا، ما تحاولش ان انت تركز على الاهداف. الاهداف مهمه وكل حاجه، ولكن حاول كل هدفك انك تركز على العمليه اللي انت ماشي فيها. حاول تركز على السيستم اللي انت حاطه لنفسك. يكون هدفك اقوى، يكون ان انت عايز تبقى قريب، مش عايز تقرا كام كتاب، لا انت عايز تحط القراءه دي عاده عندك. عايز تبقى رياضي، مش عايز توصل لشيء معين، لا انت عايز تستمر على الرياضه حتى لو ما وصلتش للشيء، انت عايز تبقى رياضي. لما تخلي تفكيرك وتركيزك على السيستم، هتدي مساحه لنفسك ان انت تحب الحاجه وتفكر بطريقه مختلفه تماما، ان انت عايز تحب الحاجه دي عشان تكمل فيها. حرفيا انا نسيت وكنت مشغل حرفيا المروحه، فده من احد الحاجات اللي نرفزتني. وانا مش هعيد الفيديو تاني من اول تاني، ولكن هنكمل ان شاء الله. اعذروني حرفيا على موضوع المروحه ده، اكيد هيعمل شويه دوشه في المايك، لان المايك ده حرفيا ما فيهوش عازل صوت. واحده من الحاجات برضو اللي هتساعدك وهتخليك نشيط وتحب تعمل الحاجه هو الرياضه.
اي رياضه عندك. لو انت بتمارس رياضه حتى 3 ايام في الاسبوع او يومين في الاسبوع، حلو جدا جدا، من الحاجات اللي هتنشطك وهتحس كده وانت بعد ما تعمل رياضه نشطت الدوره الدمويه بتاعتك، حسيت بشويه سعاده، الكلام ده كانك بادئ يومك من اول وجديد. حرفيا الرياضه بتفرق جدا 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 معاك وفي انتاجيتك بطريقه حرفيا مجربه. الموضوع ليه اثر كبير جدا عليك. تاني حاجه، ودي سمعتها حرفيا من واحد كان بيقول ان ابن القيم كان بيقول حتى من الحاجات اللي بتنشط الانسان هو الدش الساقع. حرفيا الحاجه اللي بتخلي الانسان تنشطه وتعمله انه ياخد دش ساقع، بتنشطك كده، بتخليك كده تاخد اللسعه الاولانيه كده من الدش، وبعد كده تحس ان انت جالك شعور من السعاده. نيجي لرابع نقطه معانا، انك لازم تنام كويس. لازم تنام كويس علشان ما تجيش في اليوم وانت بتأدي اي مهمه وانت بتعمل اي حاجه تحس ان انت والله مكسل عايز تنام. يعني لما تنام كويس وتاخد كفايتك من النوم، حرفيا ده من الحاجات اللي هتساعدك ان انت ما تكسلش. وحاجه مهمه جدا 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 حرفيا هتساعدك ان انت ما ترجعش لورا او تكسل، اللي هو لما تعمل جدول لنفسك، تعمل جدول اسبوعي. فلما تلاقي نفسك انت مثلا عملت في الاسبوع مثلا يوم ولا يومين وعايز تكمل الاسبوع وشايف الجدول قدامك، ممكن يحسسك ببعض من تأنيب الضمير انه انت لازم تكمل الاسبوع ده، انك عايز تحافظ على الانتاجيه بتاعتك. ومن الحاجات اللي هتساعد نفسك ان انت تحس ان انت عايز تعمل حاجه، انك حاول تحاوط نفسك بناس عايزه تعمل، بناس عندها يعني الفعل وان هي عايزه تعمل وبتنفذ وتلاقيها بتتحرك وعندها حافز جواها ودافع. ده هتخليها تنتقل من نفوسهم هم لنفسك انت، هتحس انت برضه زيهم عايز تعمل، ودي حاجه اللي هتديك بوش حرفيا في الحياه. في ناس ممكن تبقى طبعها اصلا هي عندها حته عودت نفسها ان هي عندها حته ان هي بتتحرك وكذا ومش محتاجه لحد، ولكن دي من احد الحاجات اللي هتساعدك، اللي هتديك دافع ان انت عايز تعمل. حاوط نفسك بناس بتشتغل. انا عارف في مطروح هنا والناس اللي قاعده في مطروح هنا عارفين انه ما فيش حد في مطروح عايز يشتغل اصلا، الدنيا بتبقى نايمه اصلا طول الشتاء بسبب انه اصلا مصدر الدخل الوحيد هنا في مطروح هو الصيف، وبعد كده بيفضل بقى طول الشتاء يا اما ممكن ينزل بلد تاني في مصر يا اما بيفضل نايم طول الشتاء. فما فيش الحاجات اللي تدفعك. ولكن حرفيا انا لما كنت في اسكندريه كان في ناس كتيره جدا اللي عايز يشتغلوا واللي بيعملوا واللي مش عارف كذا وكذا وكذا، في ناس حركه زي ما بيقولوا، في ناس بتتحرك، في ناس عايزه تعمل حاجه. فدي من الحاجات اللي هتخليك وتدفعك ان الشعور اللي جواهم ده هينتقل لنفسك انت، ومع الوقت هيبقى مع الوقت ومع ان انت تخالط الناس دي، مع الوقت الموضوع ده هينتقل ليك انت وتبقى انت عاده عندك ان انت عايز تعمل. اخر حاجه في الاسباب العقليه، وعلى فكره احنا كلنا بنتكلم في الاسباب العقليه، بس اخر حاجه في الاسباب العقليه انه انت يعني انت دلوقتي مثلا لما بتجيلك مثلا نفسك تهتم بموضوع سلبي او بمشاعر سلبيه او بتحس ان انت متضايق، بتبقى عايز تفضفض عشان تخرج كل ده من جواك وتحس ان انت استريحت وخلاص حاسس براحه، يعني طلعت كل المشاعر السلبيه دي بره. ولكن الموضوع ده من عندي انا زي ما قلت، ماذا لو ان انت كتمت المشاعر الايجابيه؟ انت دلوقتي مثلا بتعمل الموضوع ده ففي مشاعر جواك ايجابيه والكلام من ده، ودايما انت بتقع في غلطه ان انت عايز تحكي عشان هي مشاعر حلوه. اكتم المشاعر دي بحيث ان هي تدفعك، تبقى دافع من جواك، ان هي تبقى مكتومه جواك فتبقى دافع ان انت تعمل، ومشاعر حلوه مش هتضرك. فالموضوع ده حرفيا من تفكيري انا، تمام؟ ما اعرفش اذا كان هو صح ولا لا، ولكن انا جربته حرفيا الموضوع مجزي. ولكن اول ما بتحكي انت هتفرغ المشاعر الايجابيه دي تاني، هتضطر ان انت تحاول تشحن بحاجه تاني. حرفيا في حديث عن الرسول كان بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. الحديث ده سمعت ان هو ضعيف ولكن معناه صحيح، ان انت تكتم اولا برضو علشان عيون الناس، ده حاجه مهمه جدا، تمام؟ تاني حاجه بسبب الموضوع النفسي ده ان انت تكتمها فتحركك قدام. ده كل الاسباب العقليه اللي عندي. نيجي بقى لاقوى سبب، هو قوة الإيمان. يا الله لو أحكي لكم على قوة الإيمان وتأثيرها على الإنسان، لا أنا مش هيكفيني مليون فيديو أعمله عن قوة الإيمان. بس الموضوع حرفيا فوق الخيال، حرفيا فوق الخيال. بتهدي نفسك، ومش معنى ان هي بتهدي نفسك ان هي بتكسلك، لا، بتهدي كل الشرور اللي في نفسك. الايمان لما يخش قلبك حرفيا، ايمانك بالله يخش في قلبك ويزيد، وكل ما يزيد حرفيا بيهدي كل الشرور اللي في نفسك، سواء من خوف، غضب، شهوات، كل حاجه. دي اقوى الاسباب المعنويه حرفيا اللي بتعينك في الحياه وبتثبتك عموما اصلا كده كده في الحياه. تاني حاجه بتديك تركيز اقوى في عقلك، لانه طبعا النفس والعقل ممتزجين مع بعض في نقطه معينه، تمام؟ يعني شويه معلومات كده ممكن اعمل عنها فيديو خاص لوحديها، ولكن العقل والنفس مرتبطين ببعض. فطبعا النفس لما بتهدى العقل بيبقى
اكتر وضوح واكتر يعني اتزان في انه يفكر، لان زي ما قلت كذا مره في فيديوهات سابقه انه العقل ده هو الميزان اللي بيحسب، والنفس هي القاعده بتاعته، فلو اضطربت الدنيا كلها تروح في داهيه. غير كده اصلا يعني واحده من الحاجات حرفيا المعاني الايمانيه الحلوه انه من يؤمن بالله يهدي قلبه. ان انت لما تؤمن بربنا انت حرفيا ربنا بيهديك بايمانك ده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. ربنا بيهديك بالايمان بتاعك. ممكن تاخد بالاسباب لو انت اعتمدت على عقلك او اعتمدت على عقلك بس، تمام، ممكن ربنا يعني يركنك للاسباب. خلاص انت مش شايف انت هتعملها لوحدك، اعملها. فانت ممكن تضيع حرفيا، تجرب السبب ده بس ممكن لما تعتمد على الله الاول بعد كده تاخد بالاسباب العقليه اللي ربنا هيهيئها لك اصلا. وربنا اصلا اللي رزقك العقل اللي بتفكر بيه، فربنا هيرزقك التوفيق حرفيا ان انت تعمل الحاجه دي. حرفيا في ناس عندهم معلومات ولكن مش موفق انه يعمل بيها، مش موفق انه يعمل بيها حرفيا. فاللي وفقك للاسباب العقليه دي هو ربنا. احد الحاجات اللي كنت مستغرب منها حرفيا ازاي في ناس يعني بتنام ساعتين وتصحى الفجر. يا الله، كنت مستعجب. يعني انا ممكن انام 8 9 10 ساعات مش عايز اقوم. ايه الدافع؟ حرفيا الايمان اقوى حاجه بتدي للانسان عزيمه قلبيه قويه جدا جدا جدا. يعني انت ممكن تنام ساعتين وتصحى الفجر عادي جدا، ممكن ساعه وتصحى الفجر مع الصدق النية بتاعتك. حرفيا ده برضه من العوامل اللي بتزود الايمان بتاعك. عمل القلب ده مهم، ده من الاسباب القويه اللي بتزود الايمان. فربنا بيوفقك ان انت تصحى حرفيا، يعني توفيق من عند ربنا. وكل ما زاد ايمانك كل ما زاد تثبيتك، وكل ما الافكار السلبيه مهما كانت هي ايه، سواء من النفس او من الشيطان، حرفيا مش هقول انت بتتلغي، ومش بتلغي بس، انت فكرك كله بيتحول لفكر ايجابي. ازاي؟ ما اعرفش. ادائك بيبقى احسن ازاي؟ ما اعرفش. مفيش تفسير مادي تقدر تحط ايدك كده على تفسير مادي معين، ولكن اللي هو الموضوع ايماني بحت. فربنا يزود ايماننا. طبعا من الحاجات اللي بتزود الايمان انه انت مش كتر العمل، يعني هي مش كتر العمل، ولكن ان انت تأدي العمل ولو قليل ولكن تعمله بنية فيها صدق. ربنا حرفيا ليها تأثير كبير جدا. طبعا الفروض ده شيء اساسي. الصلوات من الحاجات اصلا اللي بتطهر القلب، وتحاول تحافظ عليها لقد ما تقدر. تمام. قراءة القرآن من الحاجات برضو اللي يعني بتشفي الصدر وبتشفي اي حاجة موجودة في قلبك والكلام من ده. كثرة الذكر، برضو كثرة الذكر، الأذكار، الاستغفار. في يعني الصلاة على الرسول يكفى همك ويغفر ذنبك. حرفيا الإيمان لما يزيد أنت تلاقي نفسك عندك دافع وعندك قوة إنك تعمل، حتى لو كل الأسباب اللي حواليك ممكن تدفعك إنك ما تعملش. فده من أقوى الحاجات اللي هتدفعك إنك تعمل، وهتخلي أصلا نيتك مش لسه كنا بنتكلم على السبب القوي. لما نيتك تبقى لله حرفيا هيبقى السبب قوي جدا جدا، وهيخلي من الحاجات، ودي من الحاجات اللي هتدفعك. تاني انا بكرر انا مش شيخ، ولكن ده نقل معلومات عن الكتاب اللي قراته بعد توفيق من ربنا. حرفيا الكتاب ده انا لو اعرف ان انا حرفيا انشره اون بابليك انا اعمل ده على طول. فانا مش شيخ، لا انا مش شيخ خالص، انا زيك عادي. امل ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو حرفيا، استفدتوا منه ووصل معنى لعقلك ولقلبك. بس وما تنسوش ان انتوا تدعمونا بلايك. عايزين حرفيا نوصل اقل حاجه ال1000 مشترك باسرع وقت. ما تنساش اللايك من الحاجات المهمه جدا انك تدعمني بيها. الكلام الكويس البوزيتيف تمام، الكلام البوزيتيف مهم ومؤثر جدا. ولو انتوا عايزين تدعمونا ماديا هتلاقي لينك الباتريون تحت في خانه الوصف. اقل حاجه حرفيا هتدفعنا ان احنا نكمل. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.